انا بحذركم عشان ابقى عملت اللي عليا قبل ما نبدأ الفيديو. الاكلة دي هتجوعكم جدا، حاجة كده بتدوب في البق، فاحسن حل ان انتوا تقوموا تعملوها بعدها. يلا بينا نبدأ الحلقة ال10 من سلسلة حكاية اكلة. هنبدأ الأول ببهارات الجرام مسالة، ودي أكتر توابل هندية بحبها عشان مش فيها حلبة وطعمها حلو قوي، والوصفة عامة كلها على بعضها طعمها حلو قوي، وهي اللي حببتني في المطبخ الهندي. ونوصل لعام 1947 في مدينة دلهي في مطعم هندي مشهور اسمه موتي محال. وقتها جه المطعم شيف من باكستان اسمه كوندان لال. انا باخد وقت في نطق الاسماء دي اكتر من الفيديو نفسه. المهم الشيف ده كان مشهور بتقديم دجاج التندوري، وفي يوم كان فاضل عنده دجاج تندوري من اليوم اللي قبله، فحب يعمل صوص جديد عشان يخليه طري كأنه فريش. وقتها كان متأثر بالمطبخ الاوروبي، فحب يبتكر طبق هندي جديد يجمع بين ثقافة المطبخ الهندي مع لمسة اوروبية، باضافة نكهة الزبدة وصلصة كريمية رائعة. وده لان اغلب الهنود بيستخدموا السمنة، والزبدة بالنسبة لهم كانت إضافة مختلفة. والصلصة اللي عملها عملت توازن مع نكهة البهارات الهندية الجرام مسالة مع طعم كريمي ناعم يخفف من حرارة التوابل اللي موجودة في الطبق. وقتها الطبق اتشهر جدا لأنه مش بس مناسب للذوق الهندي، ده انتشر عالميا وبقى رمز للمطبخ الهندي الحديث. يعني لو ملكوش في الأكل الهندي وعمركم ما جربتوه، أنصحكم إن انتوا لازم تجربوا الطبق ده. وعشان تستمتعوا بالتجربة كلها لازم تعملوا بهارات الجرام مسالة في البيت، ريحتها حلوة قوي. هسيب لكم الطريقة بالتفصيل تحت الفيديو. وبيقدموه مع خبز النان ورز البسمتي بالزبدة. وعايزة اقول لكم ان الخبز ده طعمه تحفة، بيتاكل لوحده مش محتاج اي حاجة معاه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وفولو. شوفوا الحلقات اللي فاتت واستنوا الحكاية الجاية.